السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفنا في الحلقتين اللي فاتوا ازاي ندمج اجزاء المخ المختلفة من خلال المواقف اليومية اللي بنعيشها مع اولادنا عشان نساعدهم ان هم يتطوروا ويوصلوا للشخصية المتزنة، ومكملين النهاردة واستراتيجيات جديدة عشان تساعدنا في تربيتهم وفي تطوير وتحسين سلوكهم. لو اول مرة تشوفنا، معاكم نجلاء عبد الغني، وهنا بنقرا كتاب ونشرحه لك بشكل كامل. فلو ما بتحبش القراية او ما عندكش وقت تقرا وعايز تستفيد بمحتوى الكتب، تابعنا. كلمونا الكلام بتاعنا، الكلام السهل السلس الشعبي ده، كلمونا بالهجاير. الاستراتيجية الثالثة معانا النهاردة هي أشركه لا تغضبه، بمعنى إني أشرك ابني معايا في حل المشكلات، ما استخدمش سلطتي الأبوية في إن أنا آخد قرارات بالنيابة عنه. لو ابني آمن على أكل غضبان لأني طلبت منه إن هو يكمل طبقه وهو مصر إن هو يقوم مش عايز ياكل علشان عايز ياخد الآيس كريم اللي في التلاجة، وطبعا أمن على الأكل وما قصرش والصريخ وعياط وأنا ماليش دعوة، أنا مش آكل، أنا مش عايز، أنا لو عملته إيه مش هاكل، أنا عايز آكل آيس كريم، أنا مش عايز آكل الأكل ده. ساعتها طبعا من حقك إنك تستخدمي سلطتك كأم وتعنفيه وتطلبي منه إنه يرجع على ترابيزة السفرة ويرجع يكمل طبقه، وده حقك. أو إنك تستسلمي علشان تخلصي من الزن والصداع اللي هو عاملهولك وتسيبيه من غير أكل ويقوم ياخد الآيس كريم من التلاجة. لكن الحل الأفضل إنك تتواصلي معاه الأول من خلال استراتيجية التواصل وإعادة التوجيه. ابدأي هدي ابنك، قربي من ابنك بهدوء، طبطبي عليه، اديله لمسة حنية. ايه يا حبيبي، انا عارفة انك بتحب الايس كريم قوي ومستعجل جدا عشان عايز تاكله، بس لازم تخلص طبقك الاول، او لازم على الاقل قبل ما تاكل الايس كريم تاكل حاجة مغذية ومفيدة عشان جسمك يبقى قوي. ساعتها هو هيبدأ يهدى ويسمع منك وهيعرف انك معاه مش ضده، فهيهدى لان انت كده تواصلتي مع مخه السفلي. الخطوة التانية انك تبدأي تتفاوضي معاه من غير ما تقدمي له انت حلول، سيبيه هو يقترح عليكي، اتفقي معاه. طب ايه رأيك لو تقولي تقدر تاكل قد ايه من الطبق بتاعك، وانا هشوف لو الكمية اللي انت هتاكلها مناسبة فانا موافقة تخلصها وبعدين تاكل الايس كريم. بس الاول ممكن ترجع على الترابيزة معانا. هيرجع على الترابيزة والطبق قدامه. ها قولي بقى، هتقدر تاكل قد ايه من الطبق بتاعك يا بطل؟ هتلاقيه مثلا بدأ يفكر كده ويقولك انا بصي هاكل 10 معالق. فانت طبعا بالنسبة لك الديل ده تمام قوي، الطبق اصلا ما فيهوش 10 معالق، فخلاص تمام يا حبيبي، اتفضل ابدأ كل، خلص ال10 معالق وبعد ما تخلصهم انا هديلك الايس كريم. وبكده وصلنا لحل يرضي جميع الاطراف، وكمان اشركتيه في ان هو ياخد قرار. بالطريقة دي انت مش بس حلتي الموضوع، لا انت ساعدتي ابنك ان هو ياخد قرار سليم، واشركتي مخه العلوي في ان هو يقدر ياخد قرارات، ودربتيه كمان على حل المشكلات من خلال التواصل، وان المشكلة ممكن تتحل بان احنا نتواصل مع بعض ونتكلم ونتفاوض، مش بالعياط وبالزن ابدا. بس ما تنسيش بعد ما الموقف يعدي وابنك ياكل وياخد الايس كريم والمشكلة اتحلت، ابدأي اتكلمي معاه عن السلوك المقبول والسلوك غير المقبول، وان ازاي احنا نقدر نحل اي مشكلة بان احنا نتواصل مع بعض ونتفاهم، مش بالصريخ وبالعياط. وانك لو اتبعت الاسلوب ده تاني فانا هاخد معاك اجراء مختلف لان السلوك ده مرفوض. وكمان انتهز الفرصة وكلميه عن مشاعر الاخرين، وان هو لما عمل على الاكل اتسبب في ازعاج ليكي والبابا ولاخواته، وان هو لازم يراعي شعور الاخرين وما ينفعش ان هو يتصرف بالطريقة ديت ويفكر في نفسه بس. ما تفوتيش اي فرصة او موقف ممكن تستفيدي منه بانك انتي توجهي ابنك، دايما تواصلي معاه وبعدين وجهي للسلوك الصح. الاستراتيجية رقم 4، اشركه او اخسره. والمقصود اننا نتواصل دايما مع طابق المخ العلوي وما نسيبش طابق المخ السفلي هو اللي يسيطر على الطفل. وكل ما وجهت ابني ان هو يستخدم مخ العلوي ده هيخليه يتطور بشكل افضل. اما لو تجاهلته وفضلت اتعامل معاه لانه صغير ومش فاهم ومش عارف وبكره يكبر ويعرف وبكره يعقل والكلام ده كله، فانا كده هخسره بمعنى ان مخ الطابق العلوي محتاج تدريب باستمرار، ومحتاج انك انت تخلي ابنك يستخدمه باستمرار علشان يتطور مع مرور الوقت، لان زي ما قلنا ان هو بيبقى لسه تحت الانشاء، فبيبقى محتاج مجهود كبير جدا علشان يقدر ان هو يشتغل ويتطور. لكن لو سبناه من غير استخدام فاحنا كده خسرناه بشكل كبير، لانه غالبا هيصدي من الركن. وتطوير المخ العلوي واستخدامه بجانب المخ السفلي ده هيكون الاساس بعد كده لابنك في الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي، واساس للصحة النفسية لطفلك. تمرين المخ العلوي باستمرار واستخدامه هتخلي ابنك يتطور ويكتسب مهارات مهمة جدا ليه، زي انه يتدرب انه ياخد قرارات سليمة، وده من خلال انك تحطيه دايما في خيارات على قد سنه. يعني مثلا تلبس التيشيرت الاحمر ولا الابيض، تاكل كوسة ولا بامية، وانتي بتشتري له العاب خيري بينهم، تشتري مثلا لعبة سبايدر مان ولا تشتري ساعة بنتين. اديله دايما خيارات. كل ما كبر زودي المهام،
يكبر شوية اديله مهام أكبر، زي إنه ينظم جدول مواعيده، نظم مواعيد تمرينك ودروسك ومواعيد المدرسة، وده بيكون على حسب أولوياتك. رايح رحلة وميعاد الرحلة في نفس ميعاد التمرين، شوف أنت إيه أولوياتك، التمرين أهم ولا الرحلة؟ خليه هو اللي يختار. المهم إن هو بعد ما يختار لازم يتحمل مسؤولية قراراته إذا كانت غلط أو صح. المصروف من الحاجات المهمة جدا اللي بتساعد ولادنا إن هم يطوروا عقولهم، لأنه بيدرب عقولهم على الحسابات والأولويات وعلى الادخار. لأن صراع الأولويات في عقولهم وتحديد الاختيارات وبعد كده تحمل مسؤولية القرارات اللي أخدوها، ده هيساعدهم بشكل كبير وهيدرب مخ الطابق العلوي إن هو يقدر ياخد قرارات مهمة وسليمة في المستقبل. المهارة التانية إننا ندربهم على السيطرة على غضبهم وعلى مشاعرهم. علميه لما يكون منفعل ممكن يعد من 1 ل10 لحد ما يهدى، أو ممكن ياخد نفس عميق أو يقوم يتحرك. ولو هو كبير شوية ممكن تكلميه وتفهميه عن مخه وإزاي المخ بيشتغل، وإزاي إن هو متقسم لمخ طابق علوي وطابق سفلي ووظيفة كل طابق، وإزاي يقدر يستخدمهم ويدمج ما بينهم للسيطرة على مشاعره علشان يكون إنسان متزن، لا هو فوضوي ولا هو في ضفة الجمود. المهارة الثالثة تدريبهم على فهم الذات، وده عن طريق دايما إننا نثير أسئلة في عقولهم. الأسئلة دي تخليهم يشوفوا الصور اللي في عقلهم اللي هم بيشوفوها بس مش قادرين يعبروا عنها، زي ليه انت عملت كده؟ كنت متضايق ليه امبارح؟ خايف ليه من امتحان الرياضة؟ هل لانك ما ذاكرتش المادة ولا لانك ما بتحبهاش؟ ده هيخليه يفكر في حاجات ما كانش بيفكر فيها اساسا، رغم ان هو حاسس بيها وشايفها، وشوية شوية ومع الوقت هتخليه يكتشف نفسه ويفهم ذاته. المهارة الرابعة اننا ندربهم على التعاطف، ودي وظيفة مهمة جدا جدا من وظائف مخ الطابق العلوي، وده عن طريق ان احنا نخليه يفكر في مشاعر الاخرين، انه يتعلم ان هو يراعي مشاعر الاخرين ما يفكرش في مشاعره هو بس، وده عن طريق ان احنا نلفت نظره لمشاعر اللي حواليه. بابا رجع من الشغل متضايق، تفتكر متضايق ليه؟ بيتفرج على ماتش كوره. يا اللعيب اللي ضيع الجون ده تلاقيه عيني متضايق قوي دلوقتي. او الصوره اللي اتصورتها انت واصحابك، كان صاحبك ده مكشر قوي كده ليه ساعتها؟ كان في حاجه مضايقاه؟ مجرد لفت نظره لمشاعر الغير هيعلي عنده حس التعاطف. الاستراتيجية رقم 5، حركه أو اخسره. حرك جسمك عشان مخك ما يشتش. أثبتت التجارب إن حركة الجسم بتأثر تأثير مباشر على كمية المخ، عشان كده العقل السليم في الجسم السليم، لكن مش بالضرورة يكون العكس. ممكن ابنك وهو بيكتب الواجب فجأة تلاقيه عطل ومش قادر يكمل، وتبدأ بقى تسيطر عليه المشاعر السلبية، أنا مش فاهم، أنا مش عارف، الواجب ده كتير، أنا مش هقدر أنجزه كله. وطبعا مخ الطابق السفلي ساعتها مش هيتوصل وهيبدأ يصدر له مشاعر القهر والقلق والإحباط، ويطلع لسانه للمخ العلوي ويتحداه. هنا خلي ابنك يقوم يتحرك، يعمل أي حاجة، يقوم يقف ويقعد، يجري، يتنطط، امشي في المكان، اعمليها لعبة، خليه يعمل مثلا 20 مرة ضغط، قوم يعمل أي تمارين رياضية بتحبها. المهم إن هو يحرك جسمه، ده هيخليه يهدى وهيخليه يستعيد التوازن والتواصل بين مخ الطابق السفلي ومخ الطابق العلوي، وهيرجع تاني يعمل واجباته بمنتهى السهولة. وعشان ما تنسوناش أبدا اشتركوا في القناة، ولو الفيديو عجبكم اعملوا لنا لايك وقولوا لنا آرائكم في كومنت جميل، واعمل شير الفيديو عشان الكل يستفيد. ونشوفكم على خير في الحلقة الجاية إن شاء الله وباقي الاستراتيجيات ال 12.